السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الكركم الأصفر عمل فيديو تاني يهاجم فيه الأهلي بالسكريبت طبعا اللي متوزع له ومتقال له تقول ايه بالظبط. تعالوا بس نشوف الفيديو سوا ونرجع نعلق عليه. معلش الفيديو طويل شوية بس استحملوا. امبارح الصديق العزيز محمد عراقي كتب بوست مهم جدا 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 في تفاصيل بالورقة والقلم من عقد زيزو مع النادي الاهلي. انا مش فارق معايا ان الاهلي خلاص زيزو راح الاهلي، يعني ما فيهاش مناقشه يعني، لكن انا عاوز اتكلم على فكره التفاصيل الماليه. هو العقد 3 سنين مش 4، 3 سنين مش 4، وده يقول لي ان ابو زيزو لسه مركز في الموضوع، يعني لسه عشان بعد 3 سنين بعد سنتين نبدا نعمل موضوع جديد. تمام. دي طبيعه مش هتتغير، دي حاجه مع انه ما اتغيرش، مع انه رايح لمكسب، هو رايح المكان ده عشان في مكسب منه. في نفس الوقت القيمه الماليه قد ايه؟ حسب الكلام المكتوب 75 مليون هياخدهم بالإضافة دي ماليا، ثم 25 مليون من كل من إعلانات في السنة لعقد 3 سنين. وإن زيزو وهو قاعد قال إنه مش عاوز تصاعدي، أنا عاوز رقم ثابت ال3 سنين، فخد 75 بالإضافة ل 25 مليون إعلانات ثابتين، وخد وهو قاعد تم تحويل 50 مليون جنيه ليه لزيزو على الحساب. تمام. و50 مليون هياخدهم تاني في شهر 7 2026. شهر 7 2026 خد 50 مليون في مارس 25، وفي شهر 7 هاخد 50 تاني. ده ايه اللي هم ايه؟ منحة التعاقد، ال 100 مليون منحة التعاقد. خد 50 دلوقتي، وخد ما شيك يتصرف في شهر 7 2026. خلاص حلو قوي. والعقود بقى بند بند، والاعلانات بتاع بعدين في بند اتكتب وعربيه ماركه المانيه خطيره كلنا بنحلم بيها يعني، خصوصا الاكس اللي فيها، وفيها اغاني اتعملت لها، بس هو ما خدش بتاع الاغنيه، خد اللي بعدها الرقم اللي بعد الاغنيه. تمام. حسب برضو الكلام يعني. خلي بالك دايما اسال بقى هو مين الممول. الممول مين مش فارقه، بس هو يعني الممول. البند بقى بتاع العربيه ده تاريخي، بند تاريخي. العقد مدته كام يا فندم؟ 3 سنين. عقد مدته كام؟ 3 سنين. حلو. ايه البند التاريخي بقى في عقد زيزو مع النادي الاهلي؟ البند بتاع العربيه، صيانه العربيه مجانيه طوال فتره التعاقد. ايه؟ صيانه السياره بتاعت احمد زيزو حتى نهايه التعاقد مجانيه، يعني الراجل اللي جايب له العربيه دي يصرف عليها ما عدا البنزين لغايه ما زيزو يمشي، يروح يقول له الو انا رايح ابعت حد ياخد العربيه عشان الصيانه مثلا، او هو يروح وراجل يبعت له الصيانه كام؟ 5 جنيه، يبعت له 5 جنيه. ده بند تاريخي. اول انا اعرف ان في منحه تعاقد ماشي، عربيه هديه ماشي، تمام، شقه هديه، فيلا هديه، بس فيلا بالتشطيب وحاجات زي كده، والتكييفات بالمره. لكن انه يبقى خلال ال3 سنين انت بتروح كل قد ايه؟ عندك اكتر من عربيه، فعلا هتمشي بالعربيه دي ال 10000 كيلو دول كل 5 6 اشهر ب 60000 جنيه يا سيدي، بتاخد 100 مليون في السنه، وعاوز مكاسب تدفع 60000؟ عشان بقول لكم ده بند تاريخي، بند يتعلم فيه كل لاعيبه مصر لما يجوا يروحوا الاهلي. العربيه بصيانتها زي سمحت مجانا 3 سنين، ولو زودنا هتبقى مجانا برضه. خلي بالك برضه في بند محمد عراقي قاله، وده كلام مهم قوي، وهو ايه؟ انه قيمه العموله اللي تم دفعها في صفقه انتقال زيزو منفردا كده للنادي الاهلي هي 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه تم تقسيمها 20 مليون لوكيل زيزو و20 مليون لنادر شوقي. سيبك بقى ان الكلام اللي طلع انهم اختلفوا وما اختلفوش، ما بقتش فارقه، انا مش فارق معايا الموضوع ده. ده خد 20 وده خد 20، بالمناسبه خدوا ال 20 والتحويلات مع زيزو وهو بيتحول له ال 50 مليون.
البعض يقول طب هو ليه زيزو ما يدفعش لوكيله، ووكيله ده خصوصا وكيله ده والده، فممكن كنا نحول لك كل الفلوس وانت حول لوكيلك. قال لك لا، دي حاجه، هذه نقره وهذه نقره. مش ابويا، لا ده وكيلي ياخد حقه، وده منطقي. تمام. واخونا نادر شوقي خد فلوسه، لكن البند التاريخي ده سيوضع يعني في تاج كل العقود القادمه للعيبه مصر تم. زمان قالوا انه في لاعب مصري كان بيلعب في دوله عربيه فخد عربيه بنتلي، حاجه ضخمه جدا وعبقريه، بس هيجي بيها من هناك ازاي؟ قالوا مش تنفع. فالراجل اللي دفع له الفلوس بره في الخليج، اللي جاب له عربيه دفع له جمركها هنا ودخل بيها، ما اعرفش لسه معاه ولا باعها لانه كان ظروفه صعبه ودفع غرامات كتيره جدا جدا. ايا كان، لكن البند بتاع الصيانه ده بند تاريخي يا جماعه. زي ما سمعنا كده مع بعض، كائن الكركم الأصفر بيحاول يشكك الناس وجمهور الأهلي في عقد زيزو. يعني هي محاولات، يعني محاولات. عقد زيزو 3 سنين. ايه 3 سنين مش 4؟ ايه 3 سنين مش 4؟ عشان خاطر ابو زيزو بعد 2.5 يعرف يعيد نفس الكلام تاني. فيما معنى الكلام تخويف جمهور الاهلي ان ابو زيزو هيعمل معاكم كده بعد 2.5 3. تاني حاجة، القيمة المالية 75 مليون جنيه و25 مليون اعلانات، وهو قاعد مش عايز فلوسه تصاعدي، عايزهم سنوي ثابتين كل سنة خلال ال3 سنين. هنيجي بقى لأهم نقطة في اللي هو قاله، أهم حاجة في اللي هو قاله، عشان أنا حسيت إن في جنان كده بيخر من الفيديو ده، في حالة هبل كده بتخر من الفيديو ده. يقول لك عربية بيحلم بيها كل الناس، اتعمل لها أغنية، بس دي الرقم اللي بعدها اللي هو تلميح للإكس 7، يعني كانت إكس 6، هو بيقول لك الرقم اللي بعدها إكس 7. والبند التاريخي، البند التاريخي صيانة العربية على حساب النادي خلال مدة التعاقد، طول مدة التعاقد. بتقول ايه؟ طول مدة التعاقد. بتقولوا مين يا ولاد؟ كنتك انت. مين؟ كنتك انت. ايه اللي انت بتهرتل بيه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ نجيب لي زيزو عربية اكس 7 وصيانتها على حسابنا؟ هو اسمه زيزو ولا اسمه نص ميسي على نص كريستيانو، ولا احنا جبنا مين؟ يعني كل الفلوس اللي انت عمال تعبي فيها كده، دخلت لك في بتاع 10 12 مليون دولار، كنا رحنا جبنا حد من اوروبا. انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده داخل مخك ومصدقه؟ لا، ويعني ويحاول كمان يرهب الجمهور بتاع الاهلي، يقول لك بعد كده كل لاعب هيروح الاهلي، ده تسخير للعيبه يعني، اللي هتيجي بعد كده للاهلي يعني. كل لاعب هيروح الاهلي هيقول معلش انا عايز عربيتي وعايز صيانه عربيتي. ده الكلام ده عندكم انتوا، الكلام ده عندكم انتوا. لما تبوظوا عربيه زيزو في النادي وتبعتوها تتصلح تتكلف 2 مليون وشويه، ممدوح عباس يدفع جزء، بعد كده ما يدفعش ويروح يتصل بزيزو ويرفع عليه شكوى، يرفع عليه قضيه ويشتكيه، وزيزو يقول خلاص انا هروح ادفعهم انا. عندكم انتوا الكلام ده، مش عندنا احنا. مش عندنا احنا يا حبيبي. انت ممكن رجل اعمال يهديب عربيه، دي قصته. راجل محب للنادي يهديب عربيه، دي موضوع، ويجيبها له بقى اكس 7، يجيبها له اكس 9، اكس 8، مش بتاعتنا. اي لعيب بيخش عندنا بيخش جوه نظام وجوه سيستم ليه سقف. عشان انا سمعت بس شويه ارقام كده، سمعت 400 مليون جنيه و350 مليون جنيه لزيزو. لا يا حبيبي، الكلام ده عندكم مش عندنا احنا. انت تقول له انا ابيع لك كليتي يا زيزو، ابيع لك الجحشه يا زيزو، جزمتك فوق دماغنا يا زيزو. عندك احنا اللاعب عندنا بيخش السيستم، بيحترم النادي والجمهور، والجمهور بيشيله على دماغه. طول ما انت محترم النادي والجمهور، الجمهور يشيلك على دماغه. انما الشروط اللي انت بتتكلم فيها دي الاهلي ما، طبعا انت الكلام ده ما تعرفوش، الكلام ده ما تعرفوش.
انت لو كان زيزو قال لك هصبر عليك شويه في ال 100 مليون كنت هتديهم له، ولو كان قال اكتر من 100 مليون واخدهم اقساط كنت هتديهم له. بس هو زي ما تقول ابو زيزو قرص عليكم شويه، مش قرص عليكم عشان كانت قصه فلوس على فكره. القصه ما كانتش قصه فلوس، القصه ان الراجل عنده طموح، عنده حلم. صح غلط من زيزو ده موضوعه هو، مش موضوعي انا ما بقولكش الحق فين والغلط فين. راجل عايز يعمل لنفسه اسم وبطوله وتاريخ ويشارك في كاس العالم، وفي نفس الوقت قيمته هياخد قيمته. ده احنا مبدئيا كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، في 3 شركات بتتخانق على زيزو عشان خاطر ترعى الفيديو بتاعه، الفيديو التقديمي اللي هيتعمل لزيزو. من غير يا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه اصلا ما حدش اعلن عن الصفقه. الاهلي بيعرف يستغل ويجيب فلوس من الهوا، من مجرد الفكره، من مجرد فيديو، من مجرد خبر على السوشيال ميديا. الاهلي بيعرف يطلع فلوس، انت ما بتعرفش، دي مشكلتك. انت عندك شيكات مفتوحه بالبق بس، بق. انا عندي شيكات مفتوحه. طب فين يا حبيبي عبد الله السعيد اللي عايز 35 مليون جنيه؟ لا، ما الشيكات قفلنا على السيستم، ما عادتش مفتوحه، السيستم مقفوله. عندك احمد حمدي يقول لك اسافر اطمن على اصابتي، تقول له احنا سافرناك كتير، سافر على حسابك. سافر على حسابك ايه؟ ده جاب لك الكونفدراليه وتصفي الماتش بتاع الكونفدراليه، تقول له سافر على حسابك؟ هو رايح ديزني لاند، راح يتفسح، راح يركب المراجيح؟ ده راح يطمن على اصابته عشان يرجع يفيدك، تقول له سافر على حسابك؟ انت اللي عندك العك ده. بص للعك اللي عندك الاول، وبعدين ما شاء الله انت جايب التفاصيل بالبنود. يعني ما شاء الله تحس كده ان انت مشغل ديفيد شارلي سمحون في الاهلي، هو اللي جايب لك التفاصيل يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني عندك حد معينه جاسوس في النادي الاهلي بيجيب لك البنود بالظبط، بند العربيه وبند الصيانه وبند الفلوس وبند الاعلانات. ما شاء الله ما شاء الله. طب ما تشوف لنا كده بند من بنود عبد الله السعيد، ولا بند من بنود ناصر ماهر اللي عامل معاك مشكله دلوقتي عشان التجديد، ولا بند من بنود احمد حمدي ولا محمد السيد، اي بند من بنود، ولا بنتايك اللي ولاد العم دفعوا لك فلوسه. ما تجيب لنا كده بند من البنود دي. ولا انت الجاسوس ده في الاهلي بس؟ مش عندك محدش برضه يديك تفاصيل في الزمالك؟ السريه عندهم كبيره، عندهم سريه تامه في موضوع العقود والبنود ده، مفيش اخبار بتتسرب ولا بتطلع بره. كائن الكركم الاصفر، خليك في حالك. السلام عليكم ورحمه الله.